صبحكم الله بالخير، شلونكم؟ أحييكم من مطبخ شقق فيولا الفندقية في أمويلح في مدينة الشام. عندنا الله يسلمكم نطبخ كبدة دجاج. عندنا كوب صغير قرطاس من الزيت أساس البيت، وعندنا حبة طماطة أكيد لازم البطاطا، وعندنا مجموعة البهارات خذ الطعم واللذات. وهذا بعد عندنا راسين بصل مقطع صغير، هالبصل تو وصل. وعندنا الثوم، راسين ثوم تقريبا، او كبدة الدجاج ما بعدها كبدة. وهذا حق الطباخ طبعا الطابي. الحين الله يسلمكم بنحط الزيت، زيت زيتون طبعا. الحين بنحط البصل وبنحط الثوم، نقلب لين يصير لونه اسمر حلو. قلب قلب حوس حوس، قلب قلب حوس حوس. نرجع لكم فاصل ونرجع لكم. مع زنجبيل فيولا تجربة كلها. رجعنا لكم. هذا بدأ يتغير لون البصل. يا الله، حمسة البصل مع الثوم هذه قوة للقوم. اي نعم. قلب قلب حوس حوس. اليوم تاريخ 21/1/2023 من فندق فيولا للشقق المفروشة في الشارقة. وسالم يحييكم. هاي وجبة الكبدة اليوم. شوي وارجع لكم. خلاص خذ مفعولة. شوف شلون هالبصل. الحين نحط الكبدة، كبدة الدجاج. احنا نقول عن كبدة دياي. قلب قلب حوس حوس. ايه شوي وارجع لكم. مع زنجبيل فيولا تجربة كلها. هاي رجعنا لكم. قلب الكبدة. يا سلام سلم. الله. الحين بنحط البهارات. انا نسيت اقول لكم بعد تحطون قفشة صغيرة زنجبيل. الحين نحط البهارات كلها مع بعض. شوي وارجع لكم. والله خلينا نقلب. هني البهارات خلاص خذت وضعها مع الكبدة والحمسة. خليها شوية بس. هذه بعد الطماط، حطينا طماط خلاص، بس نسيت اصور تصوير شوي. هاي نهاية طبختنا، وعليكم بالعافية من فندق فيولا للشقق المفروشة الشارجة أمويلح. مع تحيات أبو سالم 17 العاشق العرباوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.